بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. النهاردة بإذن الله يا جماعة هنعمل حاجة حلوة كده فلاحي من بتاع زمان، خفيفة وبسيطة ومقدرها اقتصادية جدا. كل اللي معانا زي ما انتوا شايفين في الصورة: كوباية نشا، كوباية سكر، كوباية لبن. هنا على النار حلة فيها مية، ننزل بالسكر في قلب المية وندوب لغاية ما السكر يتحلل خالص، يتدوب خالص. نفضل نقلب كده لحد ما المية تسخن ولحد ما السكر يدوب. تنساش يا جماعة الاشتراك في القناة، تنسوش يا جماعة دعمنا والاشتراك في القناة واللايك والدعوة الحلوة، ولكم بالمثل ان شاء الله. هنا الحتة دي ان انقطعت مني، فكرت ان انا بصور وما خدتش بالي ان الفيديو اتقطع. يا جماعة انا ماسكة التليفون بايدي فمش مالكة. هنا في طبق او حله او مج كبير لو عندك، تقومي نازله بكوبايه اللبن ونازله بكوبايه النشا وتقلبي خالص لغايه ما النشا كده يتدوب، ما يبقاش فيه اي تكتلات ولا كلاكيع. هنا تقلب وتدوب خالص اهو. انا فصلت لحد ما اقلب لان ما كنتش مالكه بايد واحده عشان اسند الحله اللي انا بقلب فيها دي. هنا تمام اهو، دبت خالص النشا، ما بقاش فيه اي كلاكيع. لازم تقلبي، ما ينفعش تقلبي وتسيبيه هيكلكع تاني. لازم تقلبي وتنزلي على طول في الحله. هنا الميه سخنت اهي والسكر ما بقاش فيه سكر تاني، داب كله. هننزل بالنشا اللي دوبناه في اللبن، هننزل على الميه وهي سخنه كده. المفروض انت بتنزلي بايد وبتقلبي بالايد التانية، بس احنا زي ما اتفقنا عشان انا بعمل بايد واحده اهو. بصوا ما شاء الله، الله اكبر، من المقادير مظبوطه. ربطت التومه، نزلت تومه، نزل الخليط ربطت بسرعه. لو حاجه اي كلام او مقادير اقل او مش مظبوطه هتلاقيها خفيفه يا اما كلكعت معاكي. لكن هنا الله اكبر اهين ما شاء الله، وغليت من الجناب. لازم تغلي وبقبق كده من الجنب كده، بقلل كده كده النشا استوى تمام. نجيب بقى اللي احنا هنفرغ فيه، سواء البولات، المجات، الكاسات، زي ما بتحبي، وتقومي جايه صبه كل اللي انت عاملاه. اللهم صل على النبي. حاجه ما شاء الله ما خدتش اي وقت مننا خالص، ما فيش في اقل من 5 دقايق يعني، يا دوبك هو اللي بيعطلك ان الميه تسخن. في اقل من 5 دقايق تكوني خلصتي حاجه حلوه سريعه ومش مكلفه خالص. النشا موجوده عندك ب10 جنيه، مش هيحللك الازمه. ادي دي الكميه اللي احنا عملناها، الله اكبر ما شاء الله، جميله اهي. بنسيبها لغايه ما تبرد تماما وتزينيها دي حسب ذوقك. في ناس تزينها بالمكسرات، ناس تسيبها ساده زي ما هي، في ناس تحط عليها تزينها بالشوكولاته. الشوكولاته بتسيحيها وتنقطي بيها بالمعلقه كده. لكن هنا النهارده زي بما قلنا ام حماده على قديم وبتعمل القديم، وبما ان الوصفه قديمه وغير مكلفه ووصفه فلاحين بتاع زمان كده بتاع امهاتنا، عملناها بايه؟ شربات ورد. والله كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اظبط الدنيا، بس انا التليفون في ايدي والازازه عايزه اصب منها وماسكه المعلقه، يعني 100 حاجه يعني. بس هي كده تمام، الله اكبر، ويكفي بس المنظر، وحاجه نظيفه وحاجه جميله. تحطها في التلاجة كده تبرد وتاكلي في الصيف ده، وان هو محتاج الحاجات دي كلها. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجات زي العسل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوناش باللايك والشير. السلام عليكم ورحمه الله.